السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. لكل الناس اللي عم يسألوني وينك من أحداث سوريا اللي عم تصير الآن، من وقت التحرير إلى الآن ما شفناك طلعت على السوشيال ميديا وحكيت أو علقت أو استنكرت أو انتقدت أو أيدت شيء من اللي عم بيصير حاليا، مع أنك في أيام الثورة، من أول ما بلشت الثورة السورية من 2011 إلى أن انتصرت دائما كنت مع الثورة وغنيت للثورة ورفعت علم الثورة وحكيت وانتقدت النظام الأسد، ويعني ما خبيت هذا الموقف. ايش معنى هلأ ساكت وما عم تحكي؟ رح لكم باختصار اللي صار. أنا انحرمت من بلدي مثل ما بتعرفوا طول حياتي، ما شفتها. أنا ولدت في الكويت وما شفت سوريا طوال 42 سنة، وهي زيارتي بشهر 2 كانت أول زيارة إلي في حياتي. مثل ما بتعرفوا انه ابي طلع من 76 وما عاد رجع من الكويت لسوريا ابدا من 76 الى ان توفاه الله سبحانه وتعالى في 2021. السبب الرئيسي اللي ما بخليني احكي انه انا ماني عايش بسوريا حتى اشوف الحقائق. شلون كنت عم تحكم عليها قبل؟ لاني انا بعرف النظام، كيف تعامل مع والدي، مع اخوالي، مع عائلة والدتي، شو عنا تاريخ كبير من الملاحقة والمطاردة وجوازات السفر اللي احنا عانينا فيها طول حياتنا، انه ما تتجدد، والمعامله السيئه دائما، بيعطونا سنتين بدل 6، ما بيخلونا نتملك، واذا كان عندنا املاك مقيده وما بدنا نتصرف فيها، لا نبيع لا نشتري، امور اخرى كثيره. واهلي اللي بحلب كانوا ممنوعين من السفر الى سنه من السنوات، فلذلك كنت قادر احكم على هذا النظام، والكل بيعرف اجرام هذا النظام، ما انا اللي بدي احكي فيه. اما حاليا ما يحدث انا ما عم بقدر احكم عليه لاني ما عم بشوف بعيني للامانه. ولكن انا فيني لكم شغله استشفيتها، ما اعمم، ولكن كثير من الناس سواء في سوريا او غير سوريا بيكرهوا الدين. انا هذا اللي شفته اللي عم بيخليني اسكت. ناس ما بتحب الدين لانه دين، ما بيحبوا يشوفوا مظاهر الدين، بيتضايقوا لما يشوفوا حدا بلحيه عن تدين، مو مشكله عن صياعها او كول او كيوت او روشنه، ما في مشكله، لكن عن دين ما بنحبها. الحجاب اذا كانت وحده بنطلون ضيق كذا ما في مشكله، بس حجاب مع جلباب وتقى وعن دين، اخي بنكره هذا المظهر. وهكذا في كثير ناس بتكره الدين لمجرد انه دين، ولذلك في كثير ناس هلا مو حابين الحكومه السوريه الجديده بسبب انه فيها ظاهر من التدين او لمسه اسلاميه. ما راح افصل بهذا الدين او هذا المظهر شو، لكن لحد هلا انا ما شفت توجه انه فيكم تقولوا انه هاي الحكومه متوجهه للدين المتعصب المتشدد اللي شفناه بدول ثانيه على فكره وما حد حكى شيء. ولكن هلا صرتوا تحكوا على اهل سوريا اللي هن اصلا خلينا نقول دينهم ومظهرهم العام القديم كان كله، ما تشوفوا المسلسلات السورية اللي بتعرفوها وكنتوا تنبسطوا عليها وبتحبوا هذا الشيء، والغيرة والنقاب والعباية والملاية وهالشغلات، هي كان كلها اوكي لما تشوفوها في الاعلام. ولكن تشوفوها حقيقة كثير ناس بتنزعج، ما حقول كل الناس لا، لكن في كثير ناس بتنزعج من مظاهر التدين. اما ما يحدث من احداث اللي صارت مثل احداث الساحل مع الطائفة العلوية، وأحداث تفجير الكنيسة، والأحداث الأخيرة في السويداء مع الدروز، هي كل أحداث أنا ما عم بقدر أعلق عليها لأني ما عم بقدر أحكم للأمانة. صح في أخبار كتير موثوقة وكتير خلينا نقول عم نشوفها بأعيننا، ولكن بالأخير كمان في جهة عم تقول إنه لا، في عم تصير تجاوزات من الدولة نفسها أو من الأمن العام. ولو إنه أنا نزلتي لما نزلت كانوا من أروع ما يكون الأمن اللي وقفنا في التفتيش أو في الشوارع أو كذا، سبحان الله ما تعرضنا لأي شيء. ولكن هذا ما بيخلينا نجزم أنه الكل ملائكة أو الكل مناح، هذا منتقاد للأمن، ولكن أنا عبلكم على تجربتي الخاصة. لكن حاختصر لكم اللي عم يصير، أو خلينا نستنتج بعد ما أحكي لكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، استنتج لكم ليش نحن يعني ما فينا نحكي بشمولية أو نتصرف مثل ما بدنا حتى لو كنا على الحق. أحكي لكم هاي القصة البسيطة في صحيح البخاري ومسلم. بيقول لك الصحابة غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب كثير اللعب أو بيتحركش ما فهمت الحديث وكذا، فكسع أنصاريا أنه ضربه أو هيك ضربه في شغلة بطريقة فيها إهانة، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، ناس بلش تلتم، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، أي أنه كل واحد يستنصر بقبيلته وعشيرته وأهله،
أو هو من وين، أو هو من أي طائفة، أو هو من أي قبيلة. هي دعوة أهل الجاهلية، هكذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما شأنهم؟ ليش هيك متجمعين؟ ليش هيك عم يصيحوا؟ فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة، اللي هي تداعي بدعوى الجاهلية، هي قبيلة فلان، يا فلان، يا علان، يا طائفة، يا كذا، دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية: دعوها فإنها منتنة. بعدين مين استغل الموضوع؟ شوفوا هون بقى اللي عم بيصير عنا بالإعلام، أو سواء ناس قاعدين برا سوريا أو جوا سوريا، وبيشوفوا الغلطة بقى، بيشوفوا الزلة، أو بيشوفوا بقى الفيديو، بيشوفوا الكذا. استغلها رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. الكل بيعرف إنه هذا كان رأس المنافقين في المدينة. شو قال: قد تداعوا علينا، بيجوا بيتجمعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يتخيلوا هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عم يحكي: إذا رجع المدينة هلأ ليخرجن الأعز، اللي هو شايف نفسه هو العزيز، الأذل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه وأصحابه. تخيل هيك عم يحكي، بس طبعا ما حد بيقدر يحكي معه لأنه ظاهره مسلم. شو قال رضي الله عنه عمر بن الخطاب، لأنه ما كان بيقدر يسكت على الشغلات. شو قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ كل وضوح، يعني في أخبث من هيك؟ ألا نقتل هذا الخبيث؟ عن عبد الله بن أبي سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا أو أنه كان يقتل أصحابه. ما بده الناس اللي مو داخل بالإسلام تقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم عم يقتل أصحابه، مع أنه هدول يعني الله من سابع سما قال له مين المنافقين، وبيعرف من هم المنافقين. ولكن الناس ما حتفهم، حيشوفوا أنه هذا صحابي، أو أنه هذا يظهر الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قتله مع أنه كان عنده العذر، ومع ذلك ما قتلوا. هذا اللي عم بيصير. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي الله سبحانه وتعالى يطلع على الغيب أحيانا عندما يريد. قال له أنه هذا منافق وهذا يظهر ما يخفي. كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره أصحابه، ومع ذلك ما قدر يقتله لأنه الظاهر له. فكيف نحن يا جماعة؟ هي رسالة لكل الناس، سواء للأمن، لكل الطوائف. مع أنه أنا بحياتي ما كنت أحكي بطائفة أنه أنا سني ولا أنا شيعي ولا أنا علوي ولا أنا درزي ولا أنا مسيحي. يعني أنا بعرف أنه سوريا بالزمانات ما كان فيها هالشيء. إجت السياسة للأسف، وإجت دول صارت نكوش. شو في هدول الاختلافات عندهم؟ نكشت لنا قصص قديمة اللي الله سبحانه وتعالى ما حيسألنا عنها. يوم القيامة ترى الله ما حيسألك مين كان المفروض ياخذ الخلافة، علي ولا عمر ولا أبو بكر. ما حيسألك عنهم. ما حيسألك أنت شو آمنت، كيفكم بدكم تاخذوا كلامي هات خذوه، ما بدكم تاخذوه كبوه بالبحر. بس الله حيسألك أنت شو آمنت بالله. أركان الإيمان أول شيء الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. هدول الإسلام عشان تكون مسلم. الإيمان شو هو؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما قال لك آمن بأنه الولاية كانت لفلان ولا كانت لفلان، أنه اللي احنا عم نتقاتل عليه هلأ الصحابة ما تقاتلوا عليه وقتها. إذا كان عند الشيعة، ما حدخل مواضيع الشيعة والسنة، ولكن يعني عم بعطيكم مثال. إذا كان عند الشيعة إنه هلأ والسنة أحيانا لما بيختلفوا بيتقاتلوا، إذا أنتم الشيعة مؤمنين إنه علي ترك الخلافة، إذا كان هذا صحيح، تركها ليدرأ الفتنة، نروح نشعلها نحن هلأ، وهو أخذ يعني كان حكيم وبعد عن هاي الفتنة. قصص كثيرة وحكم، ولكن نحن مين يدرك، مين يفهم انه هذا كله مخططات خارجية للتفرقة بين المسلمين انفسهم. لانه انتم بالزمان بتعرفوا كان الشيعي متزوج من السني، وكان الدروز، العلوية، المسيحية عايشين كلهم بنفس البلد، ما حدا بيعرف هذا شو طائفته شو هذا دينه، وكلهم سواسية. فنحن هلا جايين عم بيفرقوا بيناتنا. وطبعا في ناس مثل عبد الله بن أبي سلول كثر عنا، كثر ناس تظهر لك المودة والإسلام أو أيا كان والمحبة والأخلاق، وهو من جوا عم يدس السم في العسل وعم يهيج عليك وعم يستنى اللحظة اللي يقتلك. صح نحن ما لازم نكون كتير كيوت، أو والله يعني عفوت عنك وإن مددت إلي يدي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما احنا ما عم ندعو إلى هالدرجة إنه نسخود رقبتي اقطع لي راسي سلم لك حالي. ولكن يا جماعة، الرسول وصحابته ما قدروا يقتلوا رأس المنافقين لأنه يظهر الإسلام. نحن حنقدر نقتل حدا تاني
بدعوى انه والله هذا منافق ولا هذا كذاب ولا هذا طائفته كذا، ولا ما بيجوز. الله ما امرنا بهكذا ابدا ابدا ابدا. ما حدخل بفتاوي لانه بكره بيطلع لي مشايخ انت قلت هيك انت قلت هيك، ما حقدر افتي. انا بحكي بشكل عام. اذا نحن فعلا ما حبينا بعض، اذا نحن فعلا ما قدرنا ننسجم مع بعض، صدقوني كل الدول راح تدور على وين نقاط الاختلاف وتزرع الفتنه، ونحن نقتل بعض وهن قاعدين برا مبسوطين ومرتاحين. كثير امور واضحه، بعرف كثير امور واضحه، واضحة عين الشمس، وبنعرف مين هو المجرم، وبنعرف مين هو القاتل، وبنعرف مين هو اللي عم يخرب، ولكن لازم نحط ايدنا بايد بعض. وحاليا مع الدولة. ويا جماعة معلش حكي لكم شغلة. ايام النظام ما كنا نسترجي نعمل شيء، مع انه كانوا حاكميننا بالحديد والنار والذل والسجن والتعذيب والقتل والاضطهاد والاذلال بكل معنى الكلمة. ما كان في شيء، وما قدرنا نرفع عليهم سلاح. واجت الثورة وضلوا يحاولوا معنا نتسلح. ضلوا اول شيء الشباب ما يقدروا، الى ان بلش تقتيل وتعذيب واغتصاب. خلوا الناس تستفز فيهم وحملوا سلاح. نعم. ولكن هلا الناس اللي بتشوف حالها مظلومة في اي منطقة في سوريا، بحكي بالسويدة، في الساحل،